شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الرفرفه المنحدره جانبي او الخلفي سميها زي ما تسميها، بس الرفرفه بالدمبل. في ناس كتير جدا انا شخصيا بلعبها عشان الكتف الخلفي. انا دلوقتي مثلا في الشغل او مثلا في ناس عندها في الجيم ما عندهاش امكانيه فيها اجهزه كتيره، مثلا بيبقى الاوزان الحره، فده يعتبر بالنسبه لي انا شخصيا افضل تمرين بالاوزان الحره ان هو يجيب الكتف الخلفي. ناس كتيره هيقول لك بيجيب ظهر، ناس كتير هيقول لك بيجيب كتف، ناس كتير هيقول لك بيجيب ترباس، بس خلينا بس نفهم، بس هو اصلا اسمها كمال اجسام. فمفيش تمرينه هتشتغلها هتشغل بس عضله واحده بس، ولو فيه يبقى التمرين ده فاشل والجهاز ده فاشل. حلو كلام؟ انت لو هتقوي عضله واحده بس يبقى انت كده بتضعف مفصل او عضله تانية وهتسبب لنفسك اصابه. ما بقولكش ان الظهر ما بتشتغلش، لا، الظهر بتشتغل معاك وانت واقف الوقفه ديت، حتى الخلفيات بتشتغل معاك يا سيدي، بس انهم عضله التركيز بتاعها اعلى. فانا واحد من الناس بالطريقه اللي انا بلعبها وما بشيل الوزن وطلعه في مستوى كتفي وبعصر الكتف الخلفي، انا شايف رايي الشخصي من تجربتي ومن دراستي بيركز اكتر على الكتف الخلفي. بيشغل الترابيس خير وبركه وماله، بيشغل معاه شويه سواقف في الظهر يا سيدي، الف هنا وشفا، ليه لا؟ فهي الفكره كلها بلاش نبقى اقول لك ايه محدود التفكير، ولا التمرين ده مش عارف ايه ده. انت عايز تمرين يشغل لك الكتف الخلفي بس، ودراعك ايه؟ دراعك ما انت بتستخدم دراعك، ما البايسبس والترايسبس بيشتغلوا في اي حاجه انت بتزق وبتشد. فخلينا بس ايه نكبر شويه، بلاش التفاهات. مش عاجبك التمرين ما تلعبوش. انا واحد من الناس لما بنزل حاجه انا ما بفرضش رايي عليك انت تتمرن، انا بوريك انا شخصيا بتمرن ايه. انت بقى وظيفتك تشوف الحاجات ديت تمشي ليك ولا ما تمشيش. لما بتتفرج على كولمان ولا جاي كاتلر ولا بيج رامي او حتى سي بام، محدش قال لك اتمرن زي ما هم بيتمرنوا. انت بتاخد المفروض لو انت واحد بتستخدم اللي جوه هنا، بتاخد اللي يناسبك حياتك الشخصيه وحياتك العمليه وجسمك وحياتك وبتطبقه. غير كده يبقى انت للاسف ما بتستعملش دوت وحالف تسلمه زي ما انت استلمته. بس استخدم دوت وشد حيلك، والله المستعان. يلا سلام.